ايوه احنا مش شايفين حد، المصريين مش شايفين اي حد على وجه الارض، احنا مش شايفين حد اعظم مننا، وده مش عشان احنا شايفين كده ولا تكبر، لا والله العظيم ده بشهاده خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لك ان مصر واهلها في رباط الى يوم القيامه، بشهاده ربنا جل في علاه لما ذكرها في القران في مواضع كتير جدا جدا بتجلي ربنا عليها وعلى ارضها. يعني كل الكلام دوت مش المصريين اللي بيقولوه ولا حتى حد على وجه الارض، ده حتى الناس اللي موجودين بره بيحبوا مصر ومعترفين بان هي اعظم بلد واعظم شعب على وجه الارض. حبنا لبلدنا ما حدش يعرف ينزعه مننا. بص عامل الدليفري ده كان موجود في العالمين وقت ما كانت الحافله بتاعت منتخب مصر ماشي، متخيل عامل دليفري شخص بسيط يجري ورا منتخب بلده وبيحبه، ما بالك مصر، ما بالك حب البلد وعامل ازاي وحبي وحب الناس المصريين لبلدهم. الشعب الوحيد اللي ما تعرفش تغير ولاءه. والرئيس عبد الفتاح السيسي من كام يوم الاحتفال اللي كان موجود في مدينه العالمين، رئيس الوزراء قال لك كلمتين مهمين جدا جدا، قال لك ده اللي حصل وحفاوه المصريين بالمنتخب، كان عندنا قلق من حته الجيل الصغير والولاء والانتماء للبلد، بس اللي حصل ده اثبت لنا ان لسه مزروع في قلوب المصريين صغير وكبير حبهم لبلدهم. ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ المصريين، احنا عظماء في عين نفسنا وفي عين العالم كله، وهنفضل شعب عظيم. ربنا يحفظنا، ربنا يحفظ رئيسنا ومؤسساتنا ويجعلها دايما اعظم بلد في الدنيا.